وأنا مش عارف إذا كنت عارف ولا لأ، بس التسجيلات لحدث جورنادا سيمدور كولونا 21 بدأت بالفعل. هيحصل في أيام 11 و13 و15 إبريل الساعة 7 مساء عشان تسجل وتعرف معلومات أكتر. الرابط للمشاركة موجود في وصف الفيديو. الغريب إني عندي الإحساس ده بالحرقان، بس لو حطيت إيدي على رجلي هلاقي رجلي بدرجة حرارة عادية. هي مجرد إحساس، بس إزاي ده ممكن؟ بص يا إليان، الموضوع كده. الحرقان عادة بيكون ليه علاقة بالعصب، والعصب بحب أقول إنه زي كيبل الداتا كده. مش عندك الكابل الصغير اللي بتوصليه في موبايلك وبتوصليه في الكمبيوتر، وساعتها تقدري تبعتي حاجات من موبايلك للكمبيوتر ومن الكمبيوتر للموبايل؟ فالعصب كأنه الكابل بتاع الداتا ده. بصوا هنا على الرسمة دي. هنا أنا رسمت تقريبا شخص، صح؟ دراعين، رجلين، وهنا في المخ، وده الحبل الشوكي، صح؟ اللي بيكون جوه الراس، جوه الدماغ، واللي بيمر جوه العمود الفقري. كل معلومة عندك في جسمك بتطلع من مكان معين في الجسم، بتدخل في النخاع الشوكي وبتوصل لحد الدماغ. إحساس اللمس، إحساس الحركة، إحساس السخونة، إحساس البرودة، إحساس الألم، إحساس الضغط، كل ده أنت تقدر تحس بيه بس علشان عندك أعصاب، عندك السلك ده اللي بيوصل لحد الدماغ. وفي نفس الوقت في أعصاب صغيرة، هغير لونهم هنا كمان، هخليهم باللون الأسود، اللي طالعة من الدماغ، بتيجي من جوه النخاع وبتوصل لأي جزء في الجسم. اللي بينقل المعلومة من الدماغ لأي جزء في الجسم هو اللي بيتحكم. إيدي بتفتح وبتقفل علشان دماغي بيأمرها تفتح وبيأمرها تقفل، صح كده؟ والسلك ده هنا هو الأعصاب. شايف إنه بيمشي في جسمنا كله؟ أعصابنا عندها القدرة دي إنها تمشي مسافات طويلة ولسه تنقل المعلومات. على طول الطريق ده، في الرحلة الطويلة دي للعصب، في بعض الأماكن ممكن يكون بيتعرض لضغط، ممكن يكون بيتعرض لتهيج بطريقة ما، ولما ده بيحصل بنلاقي عندنا شوية أعراض، أو العصب اللي بينقل المعلومات للمخ بيبدأ يحصل فيه خلل، وساعتها بتحس بأعراض زي الحرقان، وده اللي عندك في رجلك. عندك أعراض زي التنميل، أعراض فقدان الإحساس، أعراض الألم، أو ممكن يكون في ضغط على جزء معين بيضغط على الأعصاب دي وبيهيجها، وساعتها اللي بيحصل فيه خلل هو العصب اللي بينقل أوامر المخ اللي بيتحكم في رجلك مثلا. ففي الحالة دي اللي هيحصل إنك هتخسر القوة وهتفقد الثبات وهتخسر القدرة على التحكم في رجلك. ناس كتير عندهم سكر أو حصل لهم إصابة أو عندهم مشكلة تانية، بيبقى عندهم اللي بنسميه سقوط القدم، يعني مش قادرين يرفعوا طرف رجلهم لفوق، وده بيحصل بالظبط علشان فقد القدرة على التحكم في رجله. الإحساس بالحرقان اللي بتحسه مش معناه إن رجلك فعلا بتتحرق أو إنها سخنة، ده معناه إن العصب اللي بينقل الإحساس من رجلك للمخ في نقطة من الرحلة دي بيتعرض للتهيج، في حاجة بتسبب الألم ده اللي شكله كده بس في الحقيقة مش كده. ودلوقتي أنا عايز أوريك طريقتين تقدر تتحكم بيهم في الإحساس بالحرقان ده بسرعة جدا، تقريبا زي السحر. هات كرسي، وقف الفيديو، هات كرسي وتعالى هنا. جبت الكرسي؟ يلا بينا. الطريقتين دول لتخفيف، لتحسين، وللسيطرة على الإحساس بالحرقان. هوريهم لك لمشاكل أو ضغط على العصب اللي بيحصل قريب من القدم، تمام؟ يلا بينا. أول طريقة عايزك تعملها هي إنك هتقعد ورجلك متقطعة وهتشتغل على توازن القدم ككل. عشان كده الإيد اللي ناحية باطن القدم هتمسك هنا عند الكعب، والإيد التانية هتمسك هنا عند مشط القدم، ظهر القدم، وهتعمل حركة لف، هتشد الكعب لتحت وطرف القدم للناحية التانية، وبتبدل كأنك بتعصر قماشة يمين وشمال على قد ما تقدر لحد ما تحسش بألم.
امسك بالطريقة اللي بتريحك. في ناس بتحب تمسك بكف ايدها بس وتسيب الإبهام بره، وفي ناس تانية بتفضل تستخدم الإبهام علشان يوجه الحركة دي. المهم إنك تقدر تعمل الحركة دي على الآخر على قد ما تقدر، تمام؟ يمين وشمال. هتعمل اللف دي، هتلف 20 مرة. لما بعمل كده أنا بظبط شد العضلات. أيوه، وبالطريقة دي أنا بقلل قد إيه العضلات دي بتضغط على الأعصاب دي، تمام؟ خصوصا خليني أوريك هنا حاجة شيقة جدا، ودي ممكن تكون الطريقة التانية للشغل. خليني ألونها بالأسود. بص هنا فوق القدم من الجهة الداخلية للقدم فيه العظمة الصغيرة دي. العظمة الصغيرة دي اسمها عظمة الكاحل الداخلية، وفي بعض الأماكن بيسموها موكوتو. في واحدة في الجهة الخارجية وواحدة في الجهة الداخلية. وهنا فيه الكعب، صح؟ ما بين العظمتين دول في شوية حاجات بتمر، من ضمنهم العصب اللي اسمه العصب الزنبوبي، وده اللي بيوصل الإحساس لباطن القدم، صح؟ فممكن جدا إن الحرقان اللي بتحس بيه في رجلك يكون سببه الحتة دي هنا. وأنا بشتغل على حركة اللف دي ممكن تبان بسيطة، بس أنا كده بحسن مرور العصب الزنبوبي. لو المشكلة هنا هتعمل الحركة دي 20 مرة والحرقان هيختفي. شوف كده. التمرين التاني هنشتغل برضو على نفس المنطقة دي بس بطريقة مختلفة. من خلال نفس النفق ده، نفس المنطقة دي هنا بتمر هياكل تانية، ومن بينهم وتر العضلة اللي اسمها الذنبوبية الخلفية. والعضلة دي ممكن تسبب مشاكل كتير في القدم وفي السمانة وفي الساق وفي ركبتنا. كتير من الأحيان هو اللي بيكون مسبب تهيج العصب ده في المكان ده. اللي عايز أعلمه لك دلوقتي هو طريقة بسيطة لتحسين العضلة دي. العضلة دي اسمها الذنبوبية الخلفية، وبالطريقة دي هتحسن العصب اللي تحت، ماشي؟ بنفس الطريقة اللي انت قاعدة بيها هتمسكي الساق من هنا. الموضوع سهل، دي عظمة صلبة، صح؟ صلبة كأنها حيطة أو طوبة اسمنت، يعني انت عارفة انك ماسكة العظم. لو مشيتي بأصابعك كده، لو مشيتي بأصابعك لورا ناحية عضلة السمانة، هيجي وقت اللي الجزء الصلب ده هيختفي وهتحسي بحاجة طرية. بالظبط ورا العظم، ده المكان اللي بيمشي فيه العصب الزنبوبي الخلفي. يبقى هتيجي بإبهاميك مص ورا عظم الساق، ورا عظم القصبة، وتدور على نقط الألم. خدها بالراحة عشان ممكن يكون فيه وجع جامد. ممكن تلاقي نقطة بتوجع أكتر مما كنت متوقع. لقيت نقطة بتوجع، هتفضل ضاغط عليها لحد ما تحس بألم خفيف. خليك ضاغط كده لمدة 90 ثانية، هتحس إن الوجع بيقل وكأن الوجع بيتوزع أكتر، والمقاومة بتاعت العضلة هتقل، هتحس إنها بقت أقل توتر. في زميل ليا بيقول كده إن العضلة في الأول بتكون زي لحمة درجة تالتة، وفي الآخر بتبقى زي لحمة درجة أولى. هو ده تقريبا الإحساس اللي هتحسه. وهتدور في المنطقة دي كلها ورا عظمة الساق على النقط اللي فيها وجع، وهتبدأ تبطل مفعول كل نقطة فيهم. يبقى جرب التمرينين دول وما تنساش تسيب لي في التعليقات انت حسيت بإيه، هل ساعدك ولا لأ، وهل الحرقان قل ولا لأ.